انت مش لوحدك، كلنا جربنا نصحى الصبح واحنا مش طايقين نفسنا، دماغ تقيلة، جسمك مش قادر يتحرك، وفكرة انك تبدأ اليوم اصلا بقت تحدي. بس في روتين بسيط مش محتاج لا قهوة ولا صدمة كهرباء، بيخليني أبدأ يومي وأنا صاحي، راسي فاضية ومودي رايق. أول خطوة، ما تفتحش الموبايل أول 10 دقايق. عارف إن ده صعب، بس أول ما بتفتح موبايلك دماغك بتدخل في وضع التشتت، إشعارات، مشاكل، مقارنات، وكل ده قبل ما حتى تفوق. بدل كده خد نفس وقول لنفسك جملة بسيطة: أنا اللي هحدد شكل يوم النهاردة، مش المزاج ولا الظروف. ده لوحده بيغير طاقتك. تاني حاجة، حركة بسيطة، مش لازم تمرين ساعة ولا جيم، كفاية تمدد دقايق أو 10 بوش أبس، أو حتى تمشي شوية في البيت. جسمك هيفتكر إنه صاحي خلاص، وتلاقي النشاط رجالك غصب عنك. ما تنساش المية، أول كوباية مية بعد النوم بتصحي كل حاجة في جسمك. والمهم أكتر، صوتك الداخلي، بدل ما تقول أنا مش قادر، اليوم بايظ، جرب تقول أنا هبدأ بحاجة بسيطة والباقي يجي مع الوقت. ده بيبرمج دماغك على الإنجاز حتى لو طاقتك مش في السما. دلوقتي بعد ما بدأت تفوق، اعمل خطوة واحدة بس لليوم: رتب سريرك، اكتب أول مهمة، وحضر لبسك. خطوة واحدة بتكسر الكسل، وبعدها هتلاقي نفسك بتتحرك تلقائي. في ناس فاكرة إن الإنجاز محتاج مجهود كبير، بس الحقيقة إن يومك بيتغير بخطوة واحدة بسيطة تتكرر كل يوم. جرب الروتين ده لمدة أسبوع وشوف الفرق بنفسك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشاركه مع اللي دايما بيكسل الصبح، يمكن دي تكون بداية جديدة ليه.